هذا المكان يحرص الجيش الجزائري بشكل صارم على حراسته ويمنع الناس من دخوله، والسبب الجن. مدينة سيفار برمودا الوحيدة في البر، من يدخلها لا يخرج منها. تقع سيفار في قلب سلسلة جبال طاسيلي على مقربة من الحدود الليبية، ويقال إنها أكبر مدينة متحجرة في العالم، وملقبة بأعجوبة العالم الثامنة التي حيرت العلماء. صنفتها يونسكو كأقدم وأكبر مدينة صخرية وكهفية في التاريخ، وتعد اليوم أكبر متحف مفتوح لفن ما قبل التاريخ على سطح الأرض. داخل المدينة أكثر من 5000 منزل منحوت في الصخر، وأكثر من 10,000 نقش صخري، بعضها يعود إلى أكثر من 10,000 سنة. لكن ما جعل سيفار مخيفة فعلا ليست فقط الآثار، بل الرسومات الغريبة التي لا تفسير لها. مخلوقات برؤوس ضخمة، رموز فضائية، ومشاهد طقوس لا يفهمها أحد. هناك من يقول إن هذه الرسومات ليست من صنع بشر، بل أعمال الجن أو الزوار من خارج كوكب الأرض. ويحكون أيضا عن شخص واحد فقط دخل وخرج حيا، الساحر البريطاني الشهير أليستر كرولي. دخل مع 30 شخصا وخرج وحده، لذلك سموها مثلث برمودا البري، المدينة الأغرب والأكثر رعبا على كوكب الأرض. وأنتم، هل تعتقدون أن ما يحدث في سيفار مجرد خيال، أم أن هناك شيئا مخفيا لا نعرفه بعد؟